السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ويا رب تكونوا كويسين. طبعا اسفة جدا على غياب الفترة اللي فاتت، بس الحمد لله على كل حال، ظروف الحمد لله. انا ان شاء الله باذن الله النهارده جايه اقول لكم على موقف حصل معايا. الموقف ده عايزاكم تحطوه قدام عينيكم وتتخيلوا نفسكم. طبعا ربنا يبعد عنكم الشر، وبعد الشر ان شاء الله باذن الله ربنا يمد في عمركم ويبارك فيه. بس انا محتاجه ان انا اوعيكم واقول لكم وابين لكم قد ايه الدنيا صغيره، وقد ايه الدنيا وحشه، وقد ايه الدنيا مش مضمونه. الدنيا اللي احنا متمسكين بيها، الدنيا اللي احنا بنسيب صلاه عشان نروق شقه ولا ننظف بيت، الدنيا اللي احنا ما بنعدي صلاة علشان احنا في مشوار بنجيب حاجة، وفي حاجات كتير غايبة عننا، وفي حاجات كتير المفروض ان احنا نفهم فيها، وسايبين الوقت الفارغ او الفضا او الفراغ ياكلنا، واحنا هنتسائل على كل دقيقة. تمام. ادخل في الحكايه على طول، وعايزه اقول لك ان الحكايه دي والله العظيم والله العظيم والله العظيم حقيقيه، حقيقيه جدا. وهي لحد قريب مني خالص يعني. بصي يا ست الكل، كانت في واحده قريبتي متدينه جدا، اللهم بارك عليها، كانت منتقبه، وكانت بتجاهد ان هي تحفظ القرآن، وكانت دايما على طول تشترك في أكاديمية ذات اللي هي على الفيس لو انتوا عارفينها. وكانت صراحة كانت خيرة خالص، وما كانش ليها في القيل والقال، وما كانش ليها في ان هي تغتاب حد، وكانت دايما بتحب تسعى للخير. تمام. المهم دي صغيرة شابة، يعني حركة مثلا 30 سنة، 31 سنة بالظبط. تمام. كانت متجوزة، وجوزها بيسافر يشتغل بره، ومعاها عيلين. جابت العيلين، وبعد كده قعدت تسعى ان هي تحمل تاني، لان طبعا جوزها بيشتغل بره، فايه الولاد هتسليها يعني. فراحت قعدت ان هي تسعى ان هي تحمل تاني، فراحت لقيت نفسها مفيش حمل. راحت كشفت، وبعد ما كشفت راحت للدكتور، اصابها بالخبر. طبعا كل الكلام ده انا بقوله لك سريعا، لكن طبعا لان الكلام اللي بقوله ده اخد شهرين وثلاثة واربعة وحاجات كتير. المهم ان البنوتة دي ربنا يا ربي يرحمها، راح الدكتور فاجأها بان عندها سرطان في الثدي. طبعا كان خبر صعقة 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 صعقة. طيب صعقة ليه؟ صعقة لان هي كانت صغيرة جدا، كانت اللهم بارك جميلة خالص، وكانت محبوبة، وكانت خيرة، وما كانتش تعبانة خالص. يعني هي عرفت بالصدفة لما كانت عايزة تحمل، لكن هي مثلا لو ما دورتش على الحمل ما كانتش تعرف اي حاجة ان هي عندها اي حاجة، لان ما كانش فيه اي بوادر. هو فجأة كده، شوف انا رحت احمل، عايزة استقبل مولود، فاستقبل الخبر ده. تمام. قعدت الناس تطمنها وتقول لها لا خير، لا مش عارفه ايه. طبعا تروح للدكاتره، الدكتور ده يقول لها انا شاكك في احتمال كبير ان انت يبقى عندك. دكتور تاني يقول لها لا، دي حاجات اللي هي يعني من اللبن، حاجات اللي هو ايه، لبن مغرز يعني. تروح لدكتور وتروح لدكتور، ده يرميها على ده وده يرميها على ده، وده يقول لها كلام غير ده. المهم سوحوها. قعدت 4 شهور تروح للدكاترة في بلاد علشان تتأكد، وتعمل إشاعات وتحاليل وكده عشان يتأكدوا. طبعا في الوقت الصغير ده، حركة مثلا شهرين عبال ما اتأكدت، كان سبحان الله الورم انتشر، دخل على الكبد وعلى الرئة. دخل الأول على الكبد. طبعا لما اتأكدت
عملوا لها اشعه تاني، عرفوا ان هو الورم بدأ ينتشر. كل ده انا بكلمكم على 30 سنه. كانت قاعدة عند اللهم بارك، هي كانت صحتها حلوة في الأول، هي كانت صحتها حلوة، كانت تهد جبال، كانت الله يا رب يرحمها ويغفر لها على قد طيبة قلبها. كانت ايد بإيد مع أمها قبل ما تتجوز، كانت ايد بإيد معاها، كانت تخبز معاها والله كانت أمها مرة حكت لي موقف أنا يعني أنا بستشهد لها بيه قدام ربنا، ان كان امها وراها خبيز وغسيل وطبيخ وكده، وهي كانت في الكليه بتاعتها. فاتصلت بيها قالت لها يا ماما عايزه حاجه قبل ما اجي، قالت لها لا والله بس حاولي تيجي بسرعه علشان ما تخرجيش مع اصحابك، يعني حاولي تيجي بسرعه علشان ايه انا بطبخ وبغسل وكده ومش معايا حد. والله سابت باقي محاضراتها وسابت كل اللي وراها وجت طايره علشان تساعد امها، وعلشان تبقى ايد بايد عشان تسيبش امها لوحدها. نحسبها على الله خير يا رب. بس المهم يعني، فطبعا زوجها نزل من البلد اللي كان فيها، وكان زعلان وكان حزين جدا. ونزل جوزها واخدها وعرضها على احسن الدكاتره تاني، وعمل لها اشعاعات تاني، وعمل لها تحاليل تاني، وعمل لها حاجات تانية، وصراحه ما اثرش معاها. بس قعدت في الموال ده اخدت كيماوي وكده. المهم ان قعدت في الموال ده سنة و3 شهور بالظبط. جه سنة و3 شهور خفت شوية، يعني لما اخدت كيماوي وكده يعني المرض انتشل من جسمها شوية. فطبعا فرحنا وكل حاجة، واختها كانت مخطوبة، اختها الصغيرة، وكان فرحها في يوم. تمام، كان فرحها في يوم وحضرنا الفرح، بس هي في الفرح كانت تعبانة الصراحة، وقبل الفرح بكذا يوم كانت تعبانة. ماشي. كان يوم عفشة اختها، ويعني نقل العفش لشقة اختها، وهي كانت في اسيوط بتاخد جرعة كيماوي، الله يرحمها يا رب. بس المهم فجينا في فرح اختها، راحت حضرته عادي خالص، ولبست لبس جديد، اشترت جديد وكده، وكنا فرحانين فرحة فظيعة. تاني يوم المفروض ان احنا بنلبس عشان نروح صباحية اختها، واحنا بنتجهز الحقوا شوفوها، تعبت شوية، ودوها المستشفى، واحنا واقفين ماتت. يا رب يعني ربنا يرحمها ويغفر لها ويدخلها جنته، بحق ما هي كانت كويسة، وبحق ما هي كانت أنا مش قادرة أنسى طيبتها، ومش قادرة أنسى قربها من الله، مش قادرة أنسى إن هي يعني أنا لما باجي أدعي لها بقول يا رب يعني هي في الدنيا كانت مستغنية عن كانت مستغنية عن الدنيا. ما هو بصوا أقولك حاجة، فكرة ان واحدة عندها 30 سنة تتنقب هي طبعا حاجة حلوة قوي، بس مش كل البنات تقدر عليها، لان عارفة يعني ايه انت بتتنقبي، وهي دي اللي بتبقى واقفة شوية على عند البنات على ايه، ان انت لما بتتنقبي خلاص النقاب ده خلاص الى ان تتنقل يعني تموتي خلاص. فاللي هو ايه، بنات تقول لك لا طب انا بحب الميك اب، انا بحب مش عارفه ايه، طب خلاص كده الناس ما تشوفنيش تاني، انا بحب امشي في الشارع اسلم على الناس، انا بحب مش عارفه ايه، طب هروح مصيف ازاي، طب لو رحت مطعم هاكل ازاي، وتقعد تفكر في امور الدنيا. وطبعا الشيطان يسيطر عليها ويغلبها اكتر بان هي يضحك عليها وما يخليهاش في الاخر ما يخليهاش تلبس النقاب ده. تمام. لكن دي واحدة عندها 30 سنة لبسته يوم فرحها واستمرت بيه، حتى لما كانت بتروح تاخد الجرعات نفسها كان ضعيف تعبان، والله العظيم ما فكرت ترفعه حتى تاخد نفسها. وكانت لما بتروح مشوار كنا احنا بنشوفها كانت بتاخد تلقط نفسها بالعافية، ومع ذلك والله العظيم والله ما فكرت ان هي ترفع النقاب. احسبها على الله خير. وكانت يا سبحان الله كانت متمسكة بدينها بطريقة فظيعة،
انا والله العظيم حاليا بتعلم منها، بتعلم من صبرها، وبتعلم من احتسابها مرضها انه لله. بتعلم انها كانت في عز المها، وكانت ما تشيلش هم حد همها، وما كانتش تقول انتوا طبعا يعني بتسمعوا عن الكيماوي وجرعة الكيماوي كده، ومع ذلك والله ما كانت تحسس حد، كانت تتسند عشان تقف، عشان ما تشوفش نظرة الحزن في عيون امها وعيالها. كانت بصوا يعني والله العظيم. وكان يعني في بعد موتها في جنازتها جوزها والله العظيم 3 لما تعبت يوم وفاتها، اما تعبت. انا بس بتكلم على النساء اللي هي خدوا عظه وخدوا عبره يا نساء. النساء اللي بتتخانق مع جوازها، ومجرد ما اتخانقت مع جوزك فخلاص بتحل لنفسك ان انت تخرجي من غير استئذانه. انا عايزه اقول لك ان دي بتحتضر. انتوا عارفين اللي بيموت ده بيقعد يعني قبليها بكام ساعه حاسس بعلامات الموت يعني. دي كانت بتحتضر، وجوزها بيقول والله العظيم وهي نازله المستشفى بعتت لي رساله، ما كانتش قادره تتكلم، ما قدرتش تتكلمه، بعتت له رساله قالت له انا هنزل المستشفى. والله العظيم 3 يعني جوزها كان بيجي، كان يعني كان بيبكي بكى شديد، وكان بيقول اني احسبها عند الله من يعني خير، وكانت نعمة الزوجة، وكانت نعمة الرفيقة، وكانت تصحيني صلاة الفجر اصلي، وكانت تعيني على الصيام، كانت تعيني على الصلاة، كانت تعيني على قراءة القرآن، كانت تعيني على اي حاجة خير انا عايزة اعملها، كانت تقولي اعمل، طلع فلوس، طلع صدقة، طلع مش عارفة ايه. تمام. شوفي يعني انت يعني ربنا يبارك في عمرك. تخيلي انت كلنا احنا هنموت، كلنا هنموت، مفيش اي حد هيخلد في الدنيا، احنا مش هنخلد، مفيش حد هيخلد. بس تخيلي انت موتك تبقى حلوه كده، تخيلي انت بعد ما تموتي بيتقال عليكي الكلام ده، انت هتبقي فين؟ يعني انت لما تموتي هتبقي فين؟ الملائكه بتشهد على الميت من كلام الناس اللي حواليه، بتستشهد بيه. يعني لو واحد ميت، انا مش فاكره الحديث بالظبط، بس الرسول صلى الله عليه وسلم في موقف كان واحد مات، فماشوا بيه في الجنازه بتاعته، فالناس بتتكلم عليه بطريقه مش حلوه، ان هي اعماله مش حلوه، وكان فقال لهم ان ربنا بيستشهد عليه من كلامكم، ومن سيرته، ومن حكاكم عليه، فاذكروا محاسن موتاكم واتكلموا عليه بالحلو، يعني لعل وعسى ان انتوا تخففوا عذابه. تمام. فانا اديني بقول لك، دي واحده عندها 30 سنه كانت عايزه تحمل، فعرفت بالصدفه دب في دب، يعني في سنه عايزه تحمل بدور على حمل، السنه اللي بعديها ماتت. يعني والله العظيم الدنيا دي اقسم بالله العظيم. يعني انا عايزه اقول لكم ان انا من اسبوع كنت في ثانويتها، والله. يعني ايه ثانويتها؟ يعني عدى سنه على موتها، الناس اللي متعرفش عدى سنه على موتها كده، الناس بتروح تزورها وكده. والله العظيم اقسم بالله انا بص للقبر كده انت ازاي عدى عليكي سنه؟ انا حاسه ان الموضوع كانه من اسبوع مثلا. لا، ازاي عدى عليكي سنه بالسرعه الرهيبه دي؟ ازاي زوجك بعد البكا اللي بكاه في جنازتك قدر يعيش تاني؟ هو عاش وشاف حياته يعني وكده، الله يسهل له. انا اسفه معلش القطع الفيديو علشان الموبايل فصل شحن. تمام. بس فانا كل القصه اللي انا حكيتها لكم دي واللي انا قلتها لكم، عايزه اقول لكم اني مش مستاهله، والله العظيم ما مستاهله. الدنيا في ثانيه بتخلص، الدنيا فعلا والله العظيم في ثانيه بتخلص. مش مستاهله ان انت تضيعي فرد عشان انت وراكي. انا بقولك هي كانت عايزه تحمل السنه اللي فاتت، السنه اللي بعديها ماتت، يعني نظفتها ببيتها واتنست. تمام. يعني الطبيخ اللي كانت بتطبخه والاذان اللي بيأذن ومش قادره تسيب الطبيخ عشان تروح اتنسى. جوزها اللي كان بيبكي عليها اتنسى خلاص. جوزها دلوقتي الله يسهل له حاله، شاف حاله وراح اتجوز وعاش حياته وخلصنا.
عيالها طبعا، عيالها طبعا ما نسوهاش، بس يعني اتلهوا. تمام. خاصة ان هم الله يكون في عونهم صغيرين يعني. كلنا طبعا اتأثرنا وكلنا تعبنا يعني برضو احنا متأثرين، بس زعلنا دلوقتي زي زعلنا اول يوم؟ لا. رحنا، انا بصيت لها، وازاي بصيت للقبر كده، وازاي عدى سنة. بس في نفس اليوم يعني مش انا بس، كلنا رجعنا بيوتنا وعملنا اكلنا وشربنا وحياتنا وخلاص، والحياة مشت والحياة تمام. دلوقتي بنفتكرها بنقول الله يرحمها، وبنستشهد عليها من بس من اعمالها الحلوة. تمام. فانا ليه بقولك القصه دي؟ بقولك القصه دي عشان ممكن ابقى مكانها، ممكن تبقى مكانها، ممكن اي حد يبقى مكانها. دي سبحان الله، ما كانش اي حد في الدنيا وفي الحياه يتوقع ان ممكن يحصل كده. طبعا في نماذج اصعب من كده بكتير، بس انا بقول لكم على حاله انا كنت ماشيه معاها خطوه بخطوه وواحده واحده، فمنها حسيت ان الدنيا والله العظيم 3 ما تستاهل، والله العظيم 3 ما تستاهل. انا عايزه اقولك ان انا من ساعه وفاتها وانا شايفه ان كل لحظه جايه عليا في الدنيا هي بس ما هي اني جمع درجات، جمع درجات عشان لما يجي يوم القيامة اقدر ادخل الجنة بحاجة معينة. بأهل نفسي، بأهل نفسي للمرحلة اللي انا فيها دي. طبعا انا لا قادرة اخرج بره ولا قادرة اعمل حاجة، لان طبعا معايا اطفال صغيرين. مفيش بس غير حلقات يعني بروح. لكن لا، انا بأهل نفسي ان انا لما ولادي يكبروا شوية بأهل ان انا يعني استطيع ان انا اروح كذا مكان اتعلم فيه اكتر علوم شرعية، اعلم فيه مكان احفظ فيه وحفظ فيه. يعني قصدي ان انتي ما تنسيش نفسك في دوامة الحياة، في دوامة العيال والولاد. وزي ما قلت لك في كل الفيديوهات قبل كده، وهقولك المرة دي برضو، انت كل ده يعني يعني مؤجر عليه. انت كل ده حسنات بتعد. تمام. بس في نفس الوقت في وسط زحمة الدنيا وفي وسط زحمة العيال في وسط زحمة البيت، مش عايزاكي تنسي نفسك، مش عايزاكي تنسي نفسك، عشان انتي طحنه نفسك في البيت. بس انتي لو عمرك خلص على كده هيتزعل عليكي شويه وبس، بعد كده خلاص كل واحد هيشوف حياته. فانتي كمان عايزاكي تشوفي حياتك من وانتي عايشه. انا عايزاكي تشوفي حياتك. ايه حياتك؟ الدنيا اللي احنا عايشينها؟ لا والله العظيم. سمعت واحده في فلسطين بتقول كلمه كده عجبتني، وفي وسط كل اللي حاصل انا الكلمه دي قاعده تردد في ودني: احنا تركنا الدنيا لاهل الدنيا، احنا لينا الاخره والجنه. فعلا والله العظيم، والله العظيم. تلاقي اللي طالب الجنه ده، يعني بصوا، اللي هي دي اتكلمت عليا مش مهم، دي اذتني مش مهم، بس مش بقولك خليكي ضعيفه، المؤمن قوي. تمام. بس قصدي ايه؟ بالعدل. جاتلك فرصه ان انت تتكلمي على حد، لا ما تتكلميش، اصلك انت مش محتاجه، مش محتاجه تتكلمي ليه عليها. عايز تكسب بونت؟ طب البونت ده من الدنيا؟ لا احنا مش عايزين الدنيا، احنا عايزين الجنه. تمام. تربيه ولادك، تعبوني هريح نفسي، لا كلمه هريح نفسي دي بتاعت الدنيا. لا انا بتعب وبصبر، ماشي، بعلم ولادي حاجه تبقى لي بعد ما اموت صدقه جاريه. لو هم نسوني ونسوا يدعولي، ودي بتحصل، اعمالهم اللي انا علمتها لهم تشهد عليا يوم القيامه. تمام. انوي حفظ كتاب الله، حفظتيه خير وبركه، ما حفظتهوش مادام نويتك خلاص اتكتبت لك. وطبعا حمل القران ده مكانته عظيمه، مش اي مكانه. ماشي. مش عايزه اطول عليكم الفيديو، انا والله كنت عايزه اقول لكم القصه دي واقفل. تمام. بس انا بقول لكم ليه القصه دي، علشان احنا داخلين على العشر الاوائل من ذي الحجه. مش عايزه ننسى فيهم نفسنا، ومش عايزه ان احنا نسيب الغرض الاساسي ونقعد ننظف في الشقه، نقعد ننزل نشتري لبس ونسيب ال10 ايام. الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله هيبقى خطه ال10 هنعمل فيهم ايه، واحده واحده
وبند بند، وان شاء الله باذن الله الفيديو هيعجبكم. بس يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب يعني نفسي كل واحده فيكم تفكر في القصه اللي انا قلتها دي بقلبها، وتشوف وتقول لنفسها طب الدنيا مستاهله؟ الدنيا مستاهله اعمل كل اللي انا فيه ده؟ الدنيا مستاهله انسى نفسي كده؟ الدنيا مستاهله اني انا اودي ابني تمرين سباحه، تمرين كوره، تمرين بس مفيش وقت ان هو اوديه مسجد مثلا يحفظ قران، يتعلم علوم شرعيه؟ بتحصل واحنا عارفين ان هي بتحصل. ورغم ان احنا عارفين طبعا الرياضه دي حاجه مهمه، بس انا عايزه في حياتنا تبقى ايه الاساس؟ ايه الاساس؟ هل القران والعلوم الشرعيه والدين والحلال والحرام والغلط والصح ينفع ابنك اكتر، ولا السباحه والتنس والكوره ينفع ابنك اكتر في الزمن الفتن اللي احنا فيه ده، في الزمن الصعب قوي اللي احنا فيه ده؟ جاوبي على نفسك، والاجابه اللي قلبك يرتضيها نفذيها. بس دمتم احفاد عائشه، ودمتم يا رب بخير، ودمتم حابين ربنا كده مميل قلوبنا للدين ومميل قلوبنا للصح، وبعيدة عن العصيان، وبعيدنا عن الذنوب. لو وصلت معايا للحته دي اخر الفيديو، ما تنسيش تدوسي لي لايك وتكتبي لي كومنت حلو من عندك، ويا ريت تعملي مشاركه لاي واحده تعز عليكي حساها ان الدنيا واخداها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.